البيت ده سكنوا أشهر سفاحتين في القرن العشرين، وأول ستات تتعدم في تاريخ مصر. بيقولوا التاريخ ظلمهم، لكنهم أنهوا حياة 17 ست. بيت ريا وسكينة في حي اللبان في اسكندرية. من الصعيد لاسكندرية اشتغلوا في الأعمال الغير مشروعة، فتحوا بيتهم كخمارة وبدأوا يستدرجوا الستات القريبين منهم للمكان. وبدأت جرايمهم سنة 1919، كل واحدة تيجي يضيفوها وتشرب ما يغيب العقل لحد ما تتوه، يكتفوها ويسرقوا اللي معاها ويخنقوها بمعاونة أزواجهم حسب الله وعبد العال، وكمان 2 عرابي حسان وعبد الرازق يوسف. الجرائم حصلت في 3 أماكن: حارة اللبان وشارع علي بيك الكبير وحارة النجاة. وبدأ يبقى فيه بلاغات للشرطة عن الستات اللي بتختفي، وبدأت الشرطة تعمل تحرياتها، لكن لوقت طويل باءت بالفشل، لأن وقتها الستات كانت بتلبس زي واحد أسود، ما كانوش بيعرفوا يفرقوهم عن بعض، غير إن مفيش أوراق ثبوتية. وتخيلوا كل الجرائم دي وكانوا ساكنين في ظهر الاسم، الأرض الفاضية دي كانت مكانه. القصة ظهرت لما صاحب البيت اللي سكينة كانت ساكنة فيه قرر يسكن خواجة مكانها، وبدأ يوصل مية للأوضة اللي حاولت كتير تأجرها تاني لكنه رفض. ووقت الحفر اكتشف وجود عظام بشرية وجثة كاملة، وهنا قدم بلاغ. الجريمة اتكشفت سنة 1920، وكل واحد بدأ يفتن على التاني، والتحقيقات خلصت واتحكم عليهم بالإعدام. لكن كان في مشكلة إن ما كانش في إعدام للستات في مصر، لكن النيابة أصرت على إقناع المحكمة بإعدام ريا وسكينة عشان الكل يتعظ والموضوع ما يتكررش تاني. في ديسمبر 1921 انتهت قصتهم، لكن بدأ تجسيد حكاية أشهر سفاحتين في السينما والمسرح والتلفزيون. أستاذ عمرو عبد اللطيف هو باحث في التراث الفني. بما إن إحنا عند بيت ريا وسكينة، عايز أعرف إيه أكتر الأعمال اللي اتعملت عن ريا وسكينة وكان له جزء كبير من الحقيقة، وعموما بشكل عام الأقرب. لو بدأنا من المسرح، كان أول مسرحية اتعملت ريا وسكينة مسرحية ريا وسكينة، كانت بتقول لنجيب الريحاني وزوجته بديع بديع مصابني. بعد كده مسرحية اسمها سر الصفاحة رايا، كانت بطولة نجمة إبراهيم. بعد كده طبعا العمل الأشهر والأجمل في المسرح كله مسرحية ريا وسكينة شادية وسرور البابلي. تمام. بعد كده أولاد ريا وسكينة كانت سهير رمزي. تمام. بعد كده في مسرحية ريا وسكينة إيمان السيد وبدرية طلبة. بعد كده ريا وسكينة ومارينا كانت بطولة نهلة سلامة وعبد المنعم مدبولي. ايه اكتر حاجه نجحت في المسرح؟ كانت بتاعت شادية. ريا وسكينة طبعا من غير مقارنة، بتاعت شادية. تمام. الدراما في السينما بقى فيلم ريا وسكينة انور وجدي. بعد كده اسماعيل ياسين قابل ريا وسكينة، كان اسماعيل ياسين برضك ونجمة ابراهيم وزوزو حمدي حكيم نفس الممثلين بتوع الفيلم القديم. تمام. بعد كده فيلم ريا وسكينة يونس شلبي وشريهان. في الاذاعه مسلسل ريا وسكينة كانت بتقول يوسف شعبان وملكة الجمل. تمام. في التلفزيون طبعا العمل الاشهر اللي هو ريا وسكينة اللي هم عبله كامل واسماعيل خشاب. وبعد كده كان نبذه عن حياته في مسلسل اسمه اهو ده اللي صور. بس هو اكتر حاجه نجحت اللي قريب من الواقع قوي عبله كامل، اللي هو مسلسل عبله كامل او اللي هو اخراج جمال عبد الحميد وتاليف مصطفى محرم بنسبه 90%. بنسبه 90% دي الحقيقه يعني. تخيلوا الناس كانت بتقول ان التاريخ ظلمهم وانهم كانوا بيموتوا العساكر الانجليز. عم متولي هو المرشد بتاع المنطقه هنا، اي حد عايز يعرف اي حاجه عن قصه ريا وسكينة هو المرشد بتاعنا. فانا عايز اعرف من حضرتك، التاريخ ظلم ريا وسكينة؟ لان في اشاعه بتقول اشاعات طالعه ياما. ايه بقى القصه؟ لا هم مموتين 17 واحده، ما لهمش دعوه بالانجليز ولا باي حاجه. ده راجل سيناريست بس كان عايز يعمل فيلم اسمه براءة ريا وسكينة. وقاموا 2 محامين من القاهره رافعين عليه قضيه وموقفين الفيلم ده لحد دلوقتي، لان هم كانوا بيموتوا الحريم بس. واول واحده انت قلت لي عشان الغيره. عشان الغيره. ايه السبب القصه؟ لان هي اعجبت بحسب الله وبتاع ريا غارت على جوزها راحوا واخدينها.
المميز في القصة إن البيت اتحول لمزار، وأي حد عايز يعرف القصة بيجي يتفرج على البيت على أرض الواقع، حتى الحيطان مليانة صورهم والقصة كلها.